ما والله مازال هما قال ليش راهم حرقوا لكم الديار، قلت له انا، قلت له الديار حرقوها، قال لي راه الديار كل شعلوها ما خلوها حتى شيء. وين عايشين؟ نحب نفهم نحن وين عايشين، والشيء اللي صار علينا نحن هذا على شكون صار؟ شنو ذنبنا نحن؟ بالنسبه لي نقول رهيب بالحق، راهم تونس فيها قانون ولا ما فيهاش؟ بالله ونعم الوكيل فيهم. عسلامة ومرحبا بكم متابعي قناة 86 في برنامج الثار. حلقتنا اليوم شبيهة بالأفلام المصرية، أفلام الثار، أفلام السعايدة. يصير على الحي ويصير منه في تونس. في هذا السياق تحضر معنا اليوم مدام نجاح، تجينا خصيصا من ولاية القصرين. مرحبا بيك عشق. الثار صار خويا تعارك هو وجماعة كيف ما الناس الكل تعاركوا، فضوا العركة، روح خويا. كيف روح في كرهبة واحد صاحبه، رجع باش يوصلوا نص ثنية ويرجع، كان واحد يعس عليه. كلمهم بالتليفون والجماعة اللي تعاركوا وياهم قالوا لهم راهو رجع للناظور، جابوا عصي وجو. كيف جابوا عصي وجوه كل كسروا عليه الكرهبة، جاب باش يهرب ما لقاش كيفاش باش يهرب، وهما شادينه بالعصي كسروا عليه في الكهرباء، كيفاش باش يهرب؟ هما معناها دمرج وهرب. كيف وخر هو بالكهرباء ضرب واحد منهم. اللي ضربوا منهم هزوه للسبيطار، حصيله كله بقى 10 ايام. في نيته انه يمنع بجلده. يعطيك صحة، نيته كان بيحب يهرب بروح وكا، وما عنده حتى غاية اخرى، لا يحب يقتل منهم واحد ولا اي شيء. وخويا مشى غدوه قبل روحه. علاش قبل روحه؟ قبل روحه لخاطر كيف سمع بروحه ضرب واحد بالكهرباء وكل، مشى قبل روحه قال راني ضربت واحد بالكهرباء. باهي، واللي عملوه الناس هذوما من ليله تضربوا ولدهم وهما مسكاكين وصواتير ولموا لنا عصابه وجونا للدار، قلنا لهم رانا غلطين، نحن ولدنا هو الغلط، ولدنا مانيش مأيدين ولدنا، نحن رانا من الاول مانيش ضد مع ولدنا، رانا ضد ولدنا وضد الشيء اللي عملوا ولدنا، وهما يعرفوه من الاول الشيء هذا. خوك عمل العمله وقبل روحه، وهما جايينكم انتوما علاش؟ جونا قال عندكم انتوما، راهو عندكم في الدار، قلنا لهم لا نحن راهو ما جهناش وما شفناش، وجمله من قبل ما تصير الكار كلمني بالتليفون، ومن بعد ما كلمنيش جمله، حتى كي صارت الحكايه ونكلم فيه ما يكلمنيش باش نقول له راك عملت وعملت وراهي هكا وهكا الحكايه. كلمنا حراسه الماجل، جاء حاضر وشاف كل شيء وشاف الدنيا الكل على عينه في الكرهبه، اش عندهم في الكرهبه. شنو اللي صار؟ معناها بسكاكين والسواطير ونعملوا صدموا عليكم. يعطيك الصحه. قلنا لهم يا ولادي راكم ناس غلطين، راهو نحن ما جاناش للدار، راهو الشيء اللي عملوا ولدنا غلط، وراهو ما جاناش للدار نحن وتو. بقى ولدهم 10 ايام 10 ايام هكاكا وتوفى. توفى ولدهم، ربي يرحمه ويرحم أمة الإسلام الكل. باهي، جانا خوه الصغير قال يلزم واحد منكم يوقف قدام الكهرباء نضربه، نقول له كيما ولدكم ضرب ولدنا. قلنا له راك غلط، وكيفاش واحد كيفاش باش يوقف قدامك تقول لك اضربني وقتلني؟ يا اخي خويا هذا عنده دخل، بعثوا ايدوا قرروا الشيء اللي عامله سمح بالعكس، راهو ضد خويا ما هوش مع هذاك، روحوا جونا البقيه نفس الحكايه بالسكاكين والسواطير ما نحكي لكش. هربنا الذري وكل وطلبنا التعزيز، جاء التعزيز. كيف جاء التعزيز هربوا. كيف جاء التعزيز هربوا، بقى منهم حد. التعزيز روح زيد مشى وهما رجعون. بابا تصور عندي كيفاش ضربوه وكيفاش عملوا فيه. زيد عاودوا التعزيز روحوا من عنا ماضي 3:30 متاع الصباح. الصباح بكري جانا واحد صاحبنا من سيدي عيش قال لها يبروا بحذايا غادي خلي تبرد مثال الحكايه نهارين ولا 3 ولا 4 حتى المثال تمد فينا وكل، وارجعوا لداركم. سيدي عيش في قفص. سيدي عيش تابعه قفصه. مشيتوا تنقلتوا من القصرين. من القصرين مشيتوا للقفص. يعطيك صح، من القصرين ولا معتمديه الماجل لعماد الناظور. وراو هذا الكل وجود سيدي عيش يلوجوا علينا. وجاني تليفون قالوا لي راهم باش يمشوا يحرقوا لكم دياركم. كلمت مركز الماجل قلت له راه هكا وهكا الحكايه فيها وراهم باش يحرقوا لنا ديارنا. قال لي لا ما ثمش الحكايه هذه، وتهولوا في الامور وحدكم وكل، ولا من تيجيكم وكان تحبوا ترجعوا لداركم ارجعوا. قلت له يا اخي انت حرست المنطقه نتاعنا ما تحميناش، شكون باش يحميني انا؟ كيف نهز الذري ونهزهم الكل ونمشي انا شكون باش يحميني؟ هاي قال لي امورك تحب تجي ولا تحب ما تجيش. مع 7:15 هكاكا انا في دار السيد هذا جاني تليفون واحد لنا قال لي يا اخي وحدك باش نحكي لك حكايه. قلت له لا مانيش وحدي، اما لحظه نمشي وحدي.
بقى معايا على التليفون، خرجت لبرا نكلم فيه. ما والله مازال هو ما قاليش راهم حرقوا لكم الديار. قلت له انا، قلت له الديار حرقوها؟ قال لي راهي الديار كل شعلوها ما خلوها واحد شيء. قال لي راهي الديار باللي اقسم بالله وربي شاهد عليا مش العباد، ربي يقبل العباد اللي خرجنا من ديارنا بدبشنا فوق ظهورنا. تتصور انت؟ سمعوا وكلموا الماجل وجت الحماية والطامة والعامة وخبير وتقلبت الدنيا. ما وصلت الحماية لقيت الدنيا كل ذابت، صحيح ما عاد حد شيء، الدنيا كلها ذابت ومشت ما دام شيء. هبطت عليهم الباقة يا جماعة هذوما، هزت منهم 3 من الناس. غدوة الصباح هزوهم من فريان، هزوهم الماجل الفريانة، من فريان هزوهم للقصرين، وعلى أساس حالة إيقاف هزوهم للقصرين. هزوهم للقصرين في حالة إيقاف. هاي وصلوا المحكمة، خرجوا روحوا لديارهم كأنهم لا عملوا حتى شيء. مشيت عملت عريضة عند وكيل الجمهورية وقلت رمجونا ورا هكا. العريضة لولا اللي عملتها وقتها ما قبلهاش وكيل الجمهورية. عليه ما قبلهاش وكيل الجمهورية وقتها في التاريخ هذا اللي عملت عنده انا العريضة باسمي ما قبلهاش. تصور تجيك عريضة فيها الشيء هذا الكل ما تقبلهاش، كيفاش معناه؟ معناها تشجعوا على الشيء هذا يعني ولا كيفاش؟ ما فهمتش. هي ايش صار من بعد؟ باهي قلت الحكاية بقينا نحن وياهم يعني عند التحقيق نتكافحوا. أول مرة نكروا كل، وبطبيعة هما ناكرين يعني إنهم ما عملوش هذه حاجة باش يعترفوا بها. والعرش الكل يشهد. شفت نحن تو الماجل والقصرين تونس كاملة تشهد بالناس هذوما اللي حرقوا لنا ديارنا. ما عندنا مشكلة مع حد وما عمل لنا حتى حد حاجة إلا هما كهو جابوا ليسانس وجوا لديارنا شعلها. أعطيني أنت كيف تجي للديار تشعلها؟ الديار إيش عملت لك؟ هذه حاجة وهذه حاجة. خويا ما عمل. إيش عملت لك؟ نعم؟ العائلة إيش عملت لك؟ هي العائلة شنو اللي صار معناها؟ فهمني أنت. شكينا شنو معناها؟ هذه قضية مستعجلة إنها ترقد نكملوا التحقيق وتتعدل التعقيب، ترقد في التعقيب. أنتم وين تعيشوا تو؟ نحن تو نعيشوا في سيدي عيش 3 عيالات. أول مرة سكننا 3 عيالات مع بعضنا في دار واحدة، بعد بحكم صغار وقرايه ومش معناها كل وقت. يعطيك الصحه مشينا من ولايه لولايه اخرى. نحن تو ايش قاعدين نعملوا غادي؟ العرش كامل شاهد وشاف وحاضر وما قال حتى واحد كلمه حق. مانيش طالبه حتى حق انسان، طالبه حقي. خذ حقي خذ حقك واعطيني حقي. ما قال حتى واحد من عرش كامل مراه ولا راجل راهو هذا عيب، راهو هذا حرام. زوز ديار راهو هذا عيب، راهو هذا حرام، راهو هذا ما يجيش. راهم الناس هذوما خاطين ما عندهم حتى دخل وما عندهم حتى ذنب. واللي فاتك زيد اغرب حاجه اخرى، اللي خوهم الصغير بعث ميساجات لخويا والمعاينه عندي، بعث له ميساجات وقال له راني انا حركت لكم دياركم وعملت وما تنجموش تعملوا لي حتى شيء. وخرجتها المعاينه وعند التحقيق وشافوها وكل شيء. نحب نعرف نحن لوين ننتميو، نحن وين عايشين. تونس فيها قانون ولا ما فيهاش؟ وين عايشين؟ نحب نفهم نحن وين عايشين. والشيء اللي صار علينا نحن هذا على شكون صار؟ شنو ذنبنا نحن؟ شنو ذنبنا نعيشوا متشردين؟ شنو ذنبه بابا راجل كبير ومريض ما ينجمش مرميد؟ شنو ذنبهم خواتي متشردين؟ شنو ذنبهم؟ خويا اللي حرقوا له دار شنو ذنبه؟ عنده حتى ذنب؟ يتشرد هو 3 صغار ومريض معاق ما ينجم يختم حتى غد. زالت من وقت ما زي نجم يبني دار مرة أخرى؟ مستحيل ينجم يبني دار مرة أخرى. خويا الآخر عنده 3 صغار. شنو ذنبنا نحن؟ خويا ما عمل هانو ناجي زيت 30 سنة ودافع على روحه، ما عملهاش بالعاني والا هما بعد عليه ما عملوا له حتى شيء وهو مشى دز عليهم بالكهرباء في ديارهم. لا شنو هذا؟ نحن وين عايشين؟ بالحقنا نحب نفهم وين عايشه. جريت وشكيت ومشيت وجيت، ما خليت حتى باب ما دقيتوش، ما خليتش باب ما دقيتوش. فكسيت للرئيس، فكسيت للداخليه، فكسيت العدل، ما خليت حتى باب ما دقيتوش. انا بالحق نحب نفهم لوين ننتمي. والناس هذوما شيء هذا اللي عملوه
يا ترى هذه حاجة باهية يسكتوا عليها؟ مازالوا لبرا يدوروا، يمشوا وين يجوا، ويمشوا وين يحبوا، يعملوا اللي يحبوا، ياكلوا اللي يحبوا، يشربوا اللي يحبوا، وعايشين كأنهم لا عملوا حتى شيء. كان نشوف انت الحرفية اللي في الحرق والطريقة يحرقوا بها الديار تقول الناس بالحق بالنسبة لي نقول رهيب بالحق راهم. لو الطريقة تشوف انت طريقة الحرق والواحد والتقنية كيفاش ما تصدقش اليوم ناس عاديين واللي هما اول مرة يحرقوا دار. شنو ذنب هدي؟ شنو ذنبنا نحن شنو هي ذنبنا؟ فاهمني؟ شنو دخلنا نحن؟ ما احنا حتى دخل نحن ما عندنا حتى ذنب في الحكايه اللي صارت. خليت حتى باب ما دقيتوش، تو هذا الكل يمشوا المحامين نتاعهم يمشوا عقبوا القضيه، رقدوها القضيه. فاهمني انت شنو هذا؟ لوين ننتميو بالحق؟ خليني نمشي بالحق. قدامك الكاميرا مدام. بالحق صدقني خويا انا تو مريضه بالشيء اللي صار لي والشوك اللي خذيته، ومانيش باش نرتاح لما ناخذ حقي من الناس هذوما. تو بابا تشوف فيه هذاك في عمرة مرميد، في عمرة مرميد هذاك. امي مسكينه والله مريضه كان تشوف حالتها تخدم في الفلاحه باش تخلص الكرا والواحد. بابا هذا ينجم يخدم ما ينجمش. الوالد قداش عمره؟ من 62. والوالده؟ 64. بربع عماره مع عماره. هذا شنو ذنبهم اخويا؟ والله خويا الصغير رغم انهم عرضوا له مره وضربوه وعملوا فيه، ولكن فيش تحبنا نكونوا بالحق. راهو كان مش الناس الباهيه يرحم بالحق. كنت نكون قبل ما الكا هذه كنت نقول عن جمالي وماليه وندرشني. كيف صارت الكا عرفت روحي اني ما عندي حتى مالي بالحق. بالنسبه لي جماعه سيدي يعيش، الناس اللي وقفوا معانا والناس اللي ساندونا والناس اللي ما خلوناش نحس بغربتنا، جيراننا يرحم والديهم فردا بالحق ما نسميش، اما يرحم والديهم اللي هما بالحق ما خلوناش نحسوا بالغربه ولا اللي صار علينا. حتى كي نحكوه نبدو نحكوا فيه الموضوع يقولوا لا ما تحكوش هذاك اللي صار، نعرف هذاك اللي صار. اما صدقني كان مصدو ولا حاجه جت من عند ربي ما تغذنيش، خاطر حاجه ربي. اما حاجه العبد، اما حاجه تجيك من عبد كيفه راهي هذيك الحاجه اللي تغيظك. علاش؟ شنو ذنبي؟ مثال اعطيني انت شنو عملت؟ كيفاش معناتها الشيء هذايا اللي بالحق تلقى له تفسير؟ فسر لي بالحق، فسر لي خليني نفهم. لشكون تحب توصل صوتك؟ تحب توصل صوتي للصلاة المعنية. تحب الحق فما خليت حتى باب ما دقيتوش، فكسيت راني الرئيس، فكسيت العدل، فكسيت الداخلية، الكل ما جاوبني حتى حد من هذوما الكل. أما بالحق نحب نوصل صوتي للصلاة المعنية، والناس بالحق اللي تفهم تتدخل بكلمة حق. نحب كلمة حق، نحب ناخذ حقي وانت تاخذ حقي، ما نحبش ناخذ حق حتى انسان. حقي اكاهو، مش طالبه حق حتى شخص اخر، حقي اكاهو. الناس هذوما اللي خدموا بالتاريخ هذايا في الماجل الفريانه القصرين، شنو هذا اللي عديتوه كانه لا صار حتى شيء؟ شنو معناه ينجم انسان يعدي روحه بطريقه وانا ما نجمش نعدي روحي نمشي بالواقع ونمشي بالحق كاو. ما نحبش ندخل من باب من حتى باب اخر. المحامين تو المحامي عاملين محامي هو عارف ومتاكد بالشيء اللي صار كل يوم عملوه، ومع هذاك ما نحبش ندخل فيها من المواضيع هذوما اكثر. ان شاء الله الحق يبان. هذوما اكثر ان شاء الله الحق يبان. الحق اقسم بالله رب علي الكلام والله. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. نتمنى ربي يذوقهم من نفس الكاس اللي ذوقونا منه. الكاس اللي ذوقونا منه ظلم، نتمنى من ربي يذوقوا من نفس الكاس. وصدقني ما نرتاحش كان ما ناخذ حقي من الناس اللي عملوا فيا هذا الكل واحد. وبالحق زاد نقول بالحق، مانيش طالبه غير الحق اكهو. ربي ينور لك حقك. امين. مرحبا بك.